عارف الريل اللي انت بتعمله في 10 دقايق وانت قاعد على موبايلك كان بيحتاج معمل كيمياء واسبوع شغل من 100 سنه. في البدايه السينما كانت عباره عن مشهد واحد طويل وممل، لحد ما جه واحد اسمه ادوين بورتر سنه 1903. عمل ايه ادوين بورتر ده يا باشا؟ جاب الفيلم وقطع له شويه مشاهد وركب المشاهد دي على بعضها عشان يحكي حدوته في فيلم اسمه سرقه القطار الكبرى. ومن هنا كانت الولاده الحقيقيه للمونتاج. ومن بعدها جه الروس، تحديدا واحد اسمه ليف كولرشوف اللي اثبت ان ترتيب المشاهد بيغير مشاعرنا تماما، واثبت كمان اني ما بعرفش اتكلم روسي. من قص شريط الفيلم بالايد لبرامج زي ادوبي بريمير ودافينشي ريزولف، ودلوقتي وصلنا للاي اي اللي حرفيا بتاكد زرار ممكن تمنتج الفيديو بتاعك. المونتاج مش مجرد ترتيب لقطات، المونتاج هو روح الحكايه. ولو مهتم تتعلم اكتر اعمل فولو واستنى الفيديو الجاي.